نص وشه سايح، عينه مفتوحة أكتر من الطبيعي، واللمبة فوقهم بترعش. مد إيده ناحيتها، وقبل ما تفقد الوعي سمعت آخر جملة: سحر أسود في البيت ده، محدش هيسمع صرختك، فاقفل النور واستعد. عمرك دخلت مكان وحسيت إن في حد بيراقبك رغم إنك لوحدك؟ اللي حصل غير حياتي للأبد. كل اللي حصل لي محدش مصدقه، يمكن لأن الحكاية بدأت في مكان محدش يتمنى يدخله لوحده، المشرحة. أهلا بكم في سحر أسود. هنا الغموض مش بس قصص، هنا الحقيقة أغرب من الخيال. قبل ما نبدأ انزل تحت، دوس اشتراك وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي كابوس جديد. أنا ندى. اللي حصل لي لحد النهاردة محدش مصدقه. من 10 سنين كنت طالبة في كلية طب، ومن أول ما دخلت طب ومادة التشريح كانت بالنسبة لي عقدة. كنت بجيب في كل المواد امتياز، وبسبب التشريح كنت بسقط وبخاف أشرح جثة، وبسبب المادة دي كنت بفكر أسيب الكلية. لحد ما في يوم جت منى صاحبتي وزميلتي قالت لي: أنا عندي الحل اللي يحللك مشكلتك مع التشريح. قلت لها: أرجوكي قوليلي. قالت لي: عم طلبة ده عامل في مشرحة في مستشفى حكومي، بتديله 300 جنيه في اليوم، وبتجيله بالليل الساعة 12، بيدخلك المشرحة وهو بيبقى واقف بره. قلت لها: بس أنا هخاف من أجواء المشرحة. قالت لي: ما تخافيش، هو كده كده بيبقى قاعد بره، لو عوزتيه اطلعي نادي عليه. قلت لها: طيب ومين هيشرح لي؟ قالت لي: أنا هحطلك فيديوهات تعليمية على الموبايل بتاعك وامشي عليها خطوة خطوة. قلت لها: ماشي. وفعلا اتفقنا على يوم وخدتني المستشفى بالليل، وجينا وقفنا على باب المشرحة. لقيت راجل كبير في أواخر 50، باين عليه آثار السن، أسنانه كلها تقريبا واقعة، وشكله مريب جدا. وقال لي: اتفضلوا يا دكاترة خدوا راحتكم. وضحك ضحكة مريبة وهو بيقول: اعتبروا المشرحة بيتكم التاني. اديته 300 جنيه، خدهم وضحك وقال: أنا هطلع وابعد خالص، ولو عوزتوا حاجة رنوا عليا. قلت له: تمام. ادتني رقم تليفونه وقالت لي: انت كده يا ندى معاكي رقم التليفون، لو عوزتي أي حاجة اطلبي عم طلبة هيجيبها لك، ومعاكي فيديوهات التشريح شغليها واعملي زي الفيديو. قلت لها: بس أنا خايفة يا منى. قالت لي: ما تقلقيش، أنا برضو كنت زيك كده، واديني نجحت وجبت تقدير جيد. ومشيت منى، وبدأت أجيب الفيديوهات على الموبايل، وقدامي جثة، وبدأت أشرح في الجثة وأنا شغالة ومندمجة. فجأة دخل عليا دكتور شكله في الأربعينات من عمره، ولابس بلطو، وأول ما دخل نور اللمبة فضل يرعش، ومكتوب على الباتش اللي في البلطو اسم الدكتور علاء محمود. اتخضيت ولقيته بيقول لي: انت مين؟ ومين اللي سمح لك تخشي هنا؟ انت مش عارفة ان ده مخالف للقانون؟ قلت له: انا اسفة، وعيطت وانا بحكي له عقدتي في التشريح واني بسببها ممكن اسيب الكلية. قال لي: بصي انا هساعدك واشرح لك، بس خلي في بينا اتفاق ان محدش يعرف الموضوع ده ولا يعرف اي حاجة تخصه. قلت له: اكيد ووعدك، متشكرة جدا. بعدها بدأت كل يوم اجي الساعة 12 بالليل، ادي الفلوس لعم طلبة وادخل نص ساعة الاقي الدكتور علاء داخل عليا ونفس الدخلة، النور بيرعش وهو بيشرح لي شرح جميل جدا ومفهوم، ولكن ولا بيهزر ولا بيضحك مهما حاولت أفك الجو، لكن كان بيكشر زيادة. وفضلنا على الحال ده شهر كامل، لحد ما خلاص قلت له: يا دكتور ده آخر يوم هاجي فيه. قال لي: زي ما اتفقنا، محدش يعرف بموضوعنا، ولو حد عرف أنا هعرف أذيكي كويس. ساعتها خفت منه جدا لأنه بصيلي بصة تخوف جدا، ومشيت. وبعدها دخلت امتحان التشريح وجبت امتياز. ساعتها الكل كان مستغرب جدا، حتى دكتور المادة.
بعدها بكام سنة اتخرجت من كلية طب وجالي تعيين في نفس المستشفى. وأنا بكتب ورق تعييني فبقول للموظف: قال لي الدكتور علاء لسه موجود؟ قال لي: الدكتور علاء مين؟ مفيش دكتور في المستشفى اسمه علاء. قلت له: دكتور علاء محمود. قال لي: يا دكتور علاء محمود، انت ايش عرفك بيه؟ ده دكتور ميت من قبل ما انت تخشي الكلية، ده ميت من أكتر من 15 سنة. قلت له: انت متأكد؟ انت أكيد اتلخبطت. قال لي: الدكتور علاء محمود ده مات جوه المستشفى. قلت له: ازاي؟ أنا قابلته من 6 سنين. قال لي: 6 سنين مين يا دكتورة؟ الدكتور علاء ميت من 15 سنة. وقام مطلع ملف فيه صورة الدكتور علاء ومكتوب أسباب الوفاة: سكتة قلبية وهو في المشرحة. ما بقتش مصدقة، الملف وقع من إيدي وجريت على صاحبتي منى في الشغل. قلت لها. قالت لي: يمكن بيتهيألك. قلت لها: أنا متأكدة، وكل ما أقول لحد ماما بابا محدش مصدق. يعني شبح هو اللي كان بيعلمني التشريح. ومن بعدها كل ما انام الاقي الدكتور علاء يجيلي في الحلم ويحاول يخنقني ويقول لي: انت كسرتي العهد وانا هدفعك الثمن. من ساعتها مش عارفه انام، حياتي اتدمرت، ودفعت تمن اني قلت لحد عليه وكسرت اتفاقنا، ومش عارفه اعمل ايه. من يوم ما ندى عرفت الحقيقه وحياتها بقت جحيم. فاول يوم شغل ليها في المستشفى كانت ماشيه في ممر العنايه المركزه، اللمبات بترعش نفس الرعشة اللي كانت بتحصل وقت ما كان الدكتور علاء بيدخل عليها زمان. أول ما اللمبة اللي فوقيها نورت سمعت الصوت، نفس الصوت اللي كان بيشرح بيه، بس المرة دي كان هامس ومكسور. ندى، قلتلك. اتجمدت، قلبها وقع في رجليها، بصت وراها لقيت الممر فاضي. كملت ماشية بسرعة، بس الخطوات اللي وراها كانت بتجري نفس خطوات حد لابس كروكس المستشفى. ودخلت أوضة النبطشية وقفلت عليها. لما رفعت راسها لقيت على الترابيزة ملف قديم مغطيه تراب ومفتوح على صفحة عليها صورتها هي ومكتوب تحتها بخط أحمر: الدور عليكي. ندى صرخت وخرجت تجري عند الأمن. رجعت مع واحد من العمال للأوضة، الملف اختفى بالكامل. الراجل بصلها وقال لها: يا دكتورة، الأوضة دي مقفولة من شهور، محدش بيدخلها. بالليل لما رجعت البيت حاولت تنام. أول ما غمضت عيني صحيت على صوت باب الأوضة بيتفتح لوحده، وبعدها نفس الصوت اللي بقاله شهور بيزورها في الكوابيس، بس المرة دي كان واضح وقريب أكتر من أي يوم. ندى، دفعتني الثمن، فاضل كتير. السرير هز البطانية اتسحبت من عليها كأن حد بيجرها. ندى قامت تجري للنور، ولما ولعته لقت علامة صباع متشقق وغارز على رقبتها، دليل كأن في حد كان فعلا بيخنقها. ولما وقفت قدام المراية شافت حاجة عمرها ما هتنساها. وراها ظهر شكل ظهر دكتور علاء، نص وشه سايح، عينه مفتوحة أكتر من الطبيعي، واللمبة فوقهم بترعش. ومد إيده ناحيتها وقال لها، مد إيده ناحيتها، وقبل ما تفقد الوعي سمعت آخر جملة: انت اللي رجعتيني، انت اللي هتفضلي معايا. ندى صحيت من الإغماء على صوت صفارة عربية الإسعاف. كانت مرمية على سريرها نفس هدومها، بس ريحة غريبة مالية الأوضة، ريحة دم. قامت تترنح ودخلت الحمام، ولما فتحت النور لقت كلمة مكتوبة على المراية بالبخار: اتأخرتي. ندى صرخت وطلعت تجري ناحية المطبخ، لقيت موبايلها واقع على الأرض، والمفاجأة إنه كان شغال تسجيل تلقائي. فتحت التسجيل، سمعت صوت خطوات في أوضتها وصوت دكتور علاء بيقول لها: اتعلمتي مني، دلوقتي دورك تعلمي. صوت ندى اتكهرب
رجعت وقفت التسجيل، بس كل مرة تقفله بيشتغل لوحده، وكل تسجيل مكتوب عليه اسم جديد: ليسون 1، ليسون 2، ليسون 3. لسه بتاخد نفسها لمحت من الشباك عربية إسعاف واقفة تحت بيتها، والأغرب من كده باب العربية مفتوح، وكشافات العربية بتعمل فلاش بطيء زي لمبات المشرحة بالظبط. موبايلها رن، رقم غريب، بس الاسم اللي ظهر على الشاشة كان مستحيل: دكتور علاء محمود. ايديها ارتعشت، فتحت المكالمة، سمعت صوت نفس حد بيتنفس تقيل ومرعب. بعدها قال لها: انزلي، وقطع المكالمة. ندى وقفت دقايق مش قادرة تتحرك، بس فجأة اتسمر جسمها، رجليها بدأت تتحرك لوحدها، بتنزل السلم خطوة ورا التانية كأن حد بيشدها. وصلت عند باب العمارة ولقت عم طلبة واقف لابس نفس الجلابية اللي كان بيقف بيها زمان قدام المشرحة، وشه أصفر وعينه بتزوغ، وقال لها بصوت واطي: انتي عملتي مصيبة، مفيش حد بيكسر عهد مع اللي هناك. ده ما كانش دكتور بس، ده واحد منهم. ندى قربت منه بخوف. يعني ايه واحد منهم؟ بص حواليكي انه خايف يتسمع، وقال: اللي بيدخل المشرحة بعد نص الليل ويفتح باب محدش ليه حق يفتحه، بيصحي حاجات ما كانش لازم تصحى، وانتي كنتي مفتاحه. قبل ما تسأله حاجة، باب عربية الإسعاف اتفتح لوحده فجأة، وخرج منه نفس الراجل اللي في الصورة بتاعت المستشفى، بس الإيد اللي ماسكها الباب كانت إيد سودة مرعبة ومليانة تشققات زي الإيد اللي كانت على رقبتها. الباب اللي ورا ندى اتقفل لوحده، الهوا برد فجأة. عم طلبة وقع على الأرض وفضل يصرخ: اجري يا بنتي، اجري يا بنتي، ده جاي ياخدك. ندى لفت ولقت دكتور علاء قاعد جوه العربية، واقفين حواليه 3 ظلال سودا، وهو بيبتسم الابتسامة اللي عمرها ما شافتها في أي كابوس. مد إيده ناحيتها وقال لها: الدرس الأول يبدأ لما تدخلي. وفجأة باب العربية اتقفل، والنور حوالين ندى اتطفى، وبقت تسمع صوته بس. ولهنا وصلنا لنهاية قصتنا. يا ترى ايه اللي هيحصل مع ندى بعد كده؟ وفي النهاية، في سحر أسود الحكايات ما بتخلص، بس بتستناك تسمعها. دي كانت قصتنا الليلة، بس قبل ما تطفي النور خد بالك، يمكن في حد لسه بيبص عليك. استنونا في قصة جديدة من سحر أسود.